كلنا عارفين إن المسلسلات الشعبية بتجذب شريحة كبيرة من الجمهور، وده واحد من الأسباب الرئيسية اللي بيخلي صناع الدراما عندنا يتجهوا للنوعية دي من المسلسلات، لأنها مسلسلات بتكون نجاحها مضمون، وفي نفس الوقت ما بتكونش محتاجة مجهود عالي منهم. يا عم احنا هنقدم قصة بسيطة خالص، يعني بالمختصر كده احنا جايين نسلي الناس، لأننا في الأول والآخر بنقدم حاجة موجهة للشارع. طب هو يعني إيه دراما شعبية؟ الدراما الشعبية ببساطة هي المسلسلات اللي أحداثها بتدور في منطقة شعبية أو حارة، ودايما هتلاقي أبطال المسلسلات دي من الطبقة اللي تحت قوي. يعني ممكن تلاقي البطل بيشتغل حداد زي رفاعي الدسوقي في الأسطورة، أو بتاع دوكو زي رضوان البرنس، أو صنايعي أرابيسك زي عمنا حسن أرابيسك. أو خليها فنان يا سيدي، لأن حسن كان بيتضايق من كلمة صنايعي دي. لو سألتكم مين هو أحسن صانع دراما شعبية في مصر، ناس هتقول محمد رمضان، وناس تانية هتقول عمرو سعد. بالنسبة لي أنا، صانع الدراما الشعبية هو الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. لو ركزت في أعمال عكاشة الدرامية هتلاقي الحارة مكان أساسي في أعماله، والقهوة بتكون أكبر شاهد على الأحداث الدرامية الموجودة في المسلسل. عندك مثلا مسلسل الشهد والدموع، في المسلسل ده أسامة أنور عكاشة وصف لنا المغربلين بشكل شديد الروعة على الشاشة، لدرجة إن هو خلانا نعيش جواها. وفي المكان ده طلع لك فئات مختلفة من المجتمع زي الميكانيكي والعجلاتي وبتاع الفول. عكاشة كمان ما اكتفاش بكده، ده طلع لك الشخصيات دي أصحاب فكر ومهمومين بقضايا وطنهم، وده اللي ظهر لينا في جلسات الأستاذ عبودة. ولما نتكلم عن شخصية عبودة، فعبودة بالنسبة لي هو الشخص الجدع اللي انت بتقابله على القهوة كل يوم، بتلعبوا دومنا مع بعض وتقعدوا تدردشوا في الكلام. عكاشة قدر انه يبرز الجدعنة والوطنية في شخصية عبودة، وده اللي شفناه في مشهد عبودة. في المشهد ده عبودة كان بيوصف حبه الكبير لمصر بانه متجوزها، وبنكمل مشوار الوطنية بتاع عبودة بشخصية زينهم السماحي، اللي انا بشوفها امتداد لعبودة في الوطنية والجدعنة. ممكن ناس تختلف معايا وتقول ان الشخصيتين مختلفتين عن بعض، ولكن هما كان جواهم نقطة مشتركة وهي حب بلدهم. في ليالي الحلمية أسامة أنور عكاشة قدر يرسم ملحمة شعبية عشنا فيها في جو الحلمية الجميل وشخصياتها المؤثرة، وكانت قهوة الحلمية هي أكبر مكان الأبطال بيتجمعوا فيه. الميزة في مسلسلات أسامة أنور عكاشة إنه دايما بيخلي المكان بطل في الحدوتة، وده اللي شفناه في حي المغربلين في الشهد والدموع، وقهوة الحلمية اللي قدر يوظفها ويخليها شاهد لكل الأحداث الدرامية الموجودة في المسلسل. أعمال كتير اتكلمت عن اسكندرية وكانت أحداثها بتدور فيها، بس أقدر أقولك إن مفيش عمل من الأعمال دي هيعدي روعة وجمال الاسكندرية بتاعت أسامة أنور عكاشة في عفريت السيالة، واللي من خلاله قدم لنا شخصيات لسه فاكرها لحد دلوقتي زي مغاوري. وأقدر أقولك إن مغاوري هو أروش باد بوي في تاريخ الدراما المصرية، وبنشوف الجدعنة والشهامة في شخصية رزقة اللي قدمتها لينا فاكهة الفن المصري عبلة كامل. وبيكمل أسامة أنور عكاشة إبداعه في الدراما الشعبية بمسلسل أرابيسك اللي اتعرض سنة 1994. في بداية التتر مكتوب كوميديا شعبية، وكأنه أسامة أنور عكاشة بيقولك إنك هتشوف حاجة شعبية تقيلة هتخليك قاعد قدام التلفزيون ما تتحركش. وده بالظبط اللي حصل مع أول عرض المسلسل. الناس كلها وقعت في حب حسن أرابيسك بمميزاته وعيوبه، أبو كيفو زي ما أصحاب المزاج بيسموه، ما تستغربوش ده طالع زي جده حسن الصباح مكتشف نبات الجنة. الشهامة والجدعنة من أكتر الحاجات اللي ميزت شخصية حسن، وكمان حبه لفنه ومهارته اللي ورثها عن جدوده. عزيزي المشاهد، وانت بتتفرج على أرابيسك هتتشدد صورة الحارة البديعة اللي رسمها أسامة أنور عكاشة، ومعها أكيد هتحب عم عمارة اللي هو بالنسبة لي تاني أحسن شخصية في المسلسل بعد حسن أرابيسك طبعا. وفي 2014 بيظهر بطل شعبي جديد. اقدر اقول لك ان شخصيه حبيشه اللي قدمها محمد رمضان من اصعب الشخصيات اللي قدمها في مشواره الفني. حبيشه شخص بسيط جدا بيشتغل نقاش، معروف عنه انه ابن حلال. يعني في اهم المميزات اللي بتجتمع في ابطال الدراما الشعبيه، الجدعنه والشهامه. ومع اول عرض للمسلسل الناس كانت متفاعله مع شخصيه حبيشه وقصته، الناس دايما بتعاطف مع البطل المظلوم المستضعف. ودي النظريه اللي محمد رمضان ماشي عليها في كل اعماله، عشان كده هو ثقه في الله الواحد، رمضان رقم واحد. وفي 2016 بيتعاون محمد رمضان مع محمد سامي عشان يقدموا لينا أيقونة المسلسلات الشعبية، مسلسل الأسطورة. أقدر أقول لك إن مسلسل الأسطورة هو أكتر مسلسل ناجح في آخر 10 سنين. الناس وقتها في كل مكان كانوا بيشغلوا الأسطورة ولا كأنه ماتش كورة، ويزعلوا لما رفاعي يموت، ويفرحوا لما ناصر ينتقم لرفاعي ويقتل عصام، ويرجعوا يزعلوا تاني لما ناصر يقتل شهد. منك لله يا سماح انت وأمين. بصراحة دي كانت أكتر قصة حب مقرفة في تاريخ الدراما المصرية. بعد الأسطورة محمد رمضان اتعاون مع محمد سامي تاني في مسلسل البرنس. رمضان في المسلسل ده قدم لينا شخصية رضوان البرنس بتاع الدوق المعفن زي ما كان بيقول عليه أخوه فتحي، ولكن بعيدا عن فتحي فرضوان بالنسبة لأهل منطقته هو مثال للجدعنة وللشهامة. الأحداث بتسخن في المسلسل لما اخوات رضوان بيقتلوا مراته وابنه عشان خاطر الورث. الناس وقتها كانت متفاعلة على المسلسل، وما ما كانوش بيتفرجوا عليه على القهوة لأن وقتها كانت الكورونا لسه موجودة وكانت في أولها. لكن لما تفتح التيك توك هتلاقي ناس كتير كانت بتدور على بنت رضوان وجايبين لها الشيبسي كمان اللي هي بتحبه، وهتلاقي ناس كتير فرحت لما علا ضربت فتحي.
بالطوبة الغريبة اللي كانت في ايديها دي، ويجي مشهد الخناقة المنتظر اللي معودنا عليه محمد رمضان ومحمد سامي في كل أعمالهم. رضوان بيضرب فتحي وياسر، وعمنا أحمد سعد بيعيط عليه في الأغنية، متعاطف قوي مع رضوان زينا هو كمان. أما بقى عن التمثيل في المسلسل، فالتمثيل في المسلسل ده كان جبار، سواء كان من محمد رمضان أو أحمد زاهر وروجينا. وفي رمضان 2023 محمد رمضان بيقعد الناس تاني على القهوة عشان تشوف مسلسله جعفر العمدة. خليني أقول لك بالبداية كده إن أنا أصلا ما كنتش بتابع جعفر العمدة من بداية عرضه، ولكن كلام الناس على السوشيال ميديا خلاني تابعته واتفرجت عليه في العشرة الأواخر من رمضان. ومحدش يقدر ينكر إن جعفر العمدة كان أنجح مسلسل في رمضان 2023، وشوفنا فيه شخصيات كتير حلوة زي الملكة صفصف اللي قدمتها لينا الفنانة الكبيرة هالة صدقي، وشخصية المعلم سيد اللي قدمها لينا غول التمثيل أحمد فهيم، اللي نقدر نقوله إن قدم واحدة من أصعب الكاركترات في المسلسل. ذكاء محمد سامي في الكتابة خلاه يقدم تيمة الناس بتحبها زي جعفر العمدة اللي هو الراجل الغني، أو زي ما بيقولوا معاه فلوس زي الرز، حاجة كده بتفكرنا بعمنا عبد الغفور البرعي. وكمان يجيبوا راجل مزواج زي صاحبنا الحاج متولي. يعني محمد سامي جاي يفكرك بالأعمال القديمة اللي أنت لحد دلوقتي بتتفرج عليها وما بتزهقش منها. وبمناسبة الزهق، جعفر العمدة كان هو المسلسل الوحيد اللي من 30 حلقة من غير أي مط أو ملل. طيب سيبنا من محمد رمضان دلوقتي وخلينا نروح لنجم تاني، نجم نجح في الدراما الشعبية زي رمضان، هو أسمر زيه وكمان الناس بتشبهه بأحمد زكي. عمرو سعد، في ناس كتير فاكرة إن بدايته مع الدراما الشعبية مسلسل ملوك الجدعنة، ولكن بداية عمرو سعد مع النوعية دي من المسلسلات كانت بمسلسل شارع عبد العزيز اللي اتعرض في رمضان 2011. قصة المسلسل بتدور في شارع عبد العزيز، وفي الشارع ده بنشوف رحلة صعود عبد العزيز من القاع للقمة. المسلسل فيه ريحة كده من جو عبد الغفور البرعي وقصص الكفاح اللي انتوا عارفينها بقى. المسلسل حقق نجاح كبير قوي وقت عرضه، وكان من أحسن المسلسلات اللي اتعرضت في الوقت ده، وده اللي شجع صناعه إن هما يعملوا جزء تاني من المسلسل. بس يا ريتهم ما عملوا، لأن الجزء ده كان ضعيف جدا وملوش أي لازمة مقارنة بالجزء الأول. وتيجي سنة 2021 ويقدم عمرو سعد تاني مسلسل شعبي ليه ملوك الجدعنة، وشاركوا البطولة مصطفى شعبان. المسلسل ده كان فيه كل عوامل النجاح اللي بيقولك انك هتقدم مسلسل هيعلم مع الناس. بتشوف نجمين تقال زي عمرو سعد ومصطفى شعبان لأول مرة بنشوفهم على الشاشة سوا، وقصة بسيطة مفيش فيها أي عقد. تقدر تقول كده إن المسلسل كان كوبي بيست من فيلم سلام يا صاحبي. وبعد النجاح الكبير اللي حققه عمرو سعد في النوعية دي من الأعمال، يعمل لنا بعد كده مسلسل طوبة والأجهر. هو المسلسلين دول نجحوا بس محققوش نفس النجاح الكبير اللي حققه ملوك الجدعنة. وفي 2019 بيظهر بطل شعبي جديد من أبطال الدراما الشعبية، محمد إمام أو خلينا نقول هوجن. المسلسل ده الكل انبهر بيه في الوقت اللي كان بيتعرض فيه. القصة هنا بتحكي عن هوجن الشاب القروي الساذج اللي عنده قدرات خارقة. أيوة يا جماعة، هم عاملين هالك بس بالمصري وأحلى بنكهة شعبية حراقة، مع أكتر شخصية كوميدية قدمها كريم محمود عبد العزيز، لطفي الحراق. من جمال الشخصية دي الناس نفسها تشوف لطفي الحراق في عمل مستقل ليه. لو ده حصل فأكيد المسلسل ده هيكون عظمة. كمان المسلسل ضم شخصيات حلوة زي بهلول وحورس وغيرهم. وفي 2021 بيقدم محمد إمام مسلسل النمر، وبيقرر إنه يعمل محاكاة مصرية لقصة باتمان مع جوثام، وبيلقب نفسه باتمان الغلابة. المسلسل ده كان مسلي ورتم الأحداث فيه كان سريع، وبالنسبة ليا ده من أجمل مسلسلات محمد إمام. وفي رمضان 2024 قدم لينا مسلسل كوبرا اللي أنا ما شفتوش، بس هو حقق نجاح كبير برضه زي مسلسلاته اللي فاتت. السنة دي في رمضان شفنا مسلسل العتاولة اللي كان فيه عتاولة فعلا. اقدر اقول لك ان المسلسل ده ضم عتاولة المجال، احمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة. المسلسل كمان من اخراج احمد خالد موسى، وهو نفس المخرج اللي اخرج لينا ملوك الجدعنة. يعني عزيزي المشاهد، المرة دي هتشوف فيلم تاني لعادل امام غير سلام يا صاحبي. هات لي يا ابني فيلم المشبوه. قصة مسلسل العتاولة مشابهة شوية لفيلم المشبوه مع شوية اختلافات بسيطة. المسلسل هنا بيحكي لينا عن نصار وخضر اللي بيشتغلوا في السرقة. بيحاول نصار انه يتوب، ولكن خضر بيقف في طريقه. لو اتكلمنا عن الأداء التمثيلي فطارق لطفي بالنسبة ليا كان أحسن واحد في المسلسل. طارق السنة دي أول مرة يقدم دور شعبي، وده كان دور مختلف على الأدوار الصعبة اللي كان بيعملها في السنين اللي فاتت. وأقدر أقول لكم إنه عامل الدور الشعبي بشكل حلو. بعد كده يجي باسم سمرة، خلينا أقول عيسى الوزان، يلا بينا. شخصية عيسى الوزان ساهمت بشكل كبير في نجاح المسلسل. الناس كلها على السوشيال ميديا كانت بتشار إفيهاته، والإبداع ده ما كانش جديد على باسم. هو عمل أدوار مشابهة لعيسى الوزان قبل كده، عندك مثلا دوره في تيتا رهيبة ودوره في مسلسل بابا المجال. اما بقى بالنسبه للجماعه اللي بيقولوا السقا ما بيعرفش يمثل، فاحمد السقا بالنسبه لي عمل الدور حلو وكان مجتهد جدا في كل المشاهد الصعبه اللي عملها في المسلسل. لو انتوا فاكرين ان السقا ما بيعرفش يمثل، اتفرجوا على السقا في تيتو، طب اتفرجوا عليه في الجزيره. الخلاصه، مسلسل عتاوله مسلسل حلو، اكيد طبعا مستني الجزء التاني منه.
اما بقى بالنسبه لمسلسل حق عرب فانا ما شفتش منه غير 6 حلقات، واكيد طبعا متحمس عشان اكمله. المسلسل حقق نجاح كبير قوي في رمضان، واقدر اقول لكم ان احمد العوضي هو البطل الشعبي الجديد اللي فيه كل السمات اللي موجوده في كل الابطال الشعبيين زي الكاريزما والهيبه. كمان العوضي جدع جدا بره المجال. فاكرين لما عزم عامل النظافه؟ ده موقف جدعانه يبين لك قد ايه الشخص ده ناقد حقيقي من جواه. بس كده، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه، ويا ريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان مستني رايكم في التعليقات.